السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسلامة. النهاردة جايين ومعانا طبق الكنافة الجامد الجميل ده. عملناه بكذا شكل، عملنا صوابع وعملنا عيش البلبل وعملنا كمان الصينية الطبيعية اللي هي الأساسي بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض ازاي عملناها، بس نبدأ الأول ونقول عملنا الشربات ازاي. معايا كوبايتين من المية، هياخدوا معايا كوباية ونص من السكر، وكمان نص ليمونة وعليهم باكو فانيليا. هنبدأ نضيف مع بعض المية وهنزل عليها بالسكر، وتاخدي بالك ان السكر ينزل في نص المية بالظبط، ما تحاوليش ان السكر ينزل معاكي من الجناب علشان ما تسكرش معاكي. بعد كده هبدأ اعصر نص ليمونة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو عندك عسل جلوكوز بيكون حلو جدا، هتضيفي معلقة كمان وهتبدأي ترفعيه على النار. بعد ما تحطيه على النار زي ما احنا هنشوف كده. الفانيليا انا بحطها في الاخر خالص علشان ما تمررش. تمام. هنبدأ كده نرفعه على نار، نسيبه بمجرد ما يغلي. هياخد بالظبط معاكي 5 دقايق. طيب لو انت عايزة الكنافة بتاعتك تكون ناشفة شوية وتكون مقرمشة، هتسيبيه 10 دقايق. تمام. لكن هو 5 دقايق هتطلع معاكي مظبوطة وحلوة جدا. جبنا هنا مكسرات، اللي عندك مكسرات، عندك فول سوداني شغال وزي الفل. هبدأ اجيبه واجيب عليه نص كوباية من جوز الهند ونص كوباية من الزبيب وعليهم معلقتين من السكر البودرة. السكر البودرة فايدته ان هو بيمسك لي الخلطة شوية ويخليها تتماسك معانا. بعد كده هجيب كيلو كنافة. انا بصراحة كنت ناوية اعمل يعني نص كيلو. تمام. وبعد كده قلت ايه، لا خلاص بقى نعمل كيلو، علشان لو في حد جه على يعني فجأة كده ولا حاجة تبقى موجودة عندي. فعملت طبعا زي ما انتم شايفين. الاول هعمل الصوابع. بجيب اللي هي الكنافة بتبقى على بعضها كده، بتبقى زي الطرح كده على بعضه. بتبداي انت بقى تاخديه وتقصيه. هل هنستخدمه على طول؟ لا، بحاول افككها كده بايديا علشان ما تبقاش مكتومه، الصباع ما يبقاش مكتوم معاكي من جوه. تمام. هتبداي تقصيه كده زي ما انت تحبي طول الصباع بتاعك، وتبداي تضيفي الخلطه بتاعتك. لو حابه تضيفي سمنه وانتي بتفرديها، يعني ترشي السمنه. تمام. وتبداي تحطي الخلطه وتلفي، مفيش مشكله. لقيتيها يعني مش متساويه معاكي، بخاخ ميه كده او تبلي ايديكي ميه، حاجه بسيطه، وتبداي تضيفيها على الكنافه. فهتلاقيها اتساوت معاكي وبقت حلوه. يعني الحل لو لقيتيها ناشفه معاكي، انا كانت طازه معايا وما حبيتش ان انا اضيف ميه بصراحه. تمام. فقلت السمنه طبعا هتظبطها معايا وهتبقى حلوه. انت حابه تسويها خالص معاكي، مفيش مشكله. هنا هبدا اعمل اللي هي اسمها عش البلبل. دي بتلفيها على فكره، بتبقى اجمل من الصوابع وخفيفه جدا واجمل من الكنافه العاديه برضو الصواني. يعني ممكن تعملي الكنافه بالشكل ده على طول وتعمليها ساده ويا دوب تسقيها مثلا شربات، هتبقى حلوه. عندك مكسرات مثلا بندقه فستقه اي حاجه وحابه تحطيها في النص كده، برضو مفيش مشكله. يعني انا ضفت لها حبه مكسرات كده في النص. تمام. فكانت طالعه معايا حلوه جدا. الزبيب ممكن نستغنى عنه، لان الزبيب ممكن يتحرق معاكي، فحطي مكسرات عاديه. تمام. وحاولي برضو تاخدي بالك منها في التسويه. بعد كده هبدا اعمل الصينيه. بدات اقطع الكنافه زي ما احنا شايفين كده، افتتها ما بين ايديا. وبدات عملت الديسك الاولاني اللي هو من تحت اول طبقه. تمام. طبعا كنت دهنه الصينيه سمنه، وبعد كده نزلت بالمكسرات بتاعتي. تمام. وطبعا كانت كميه المكسرات او الخلطه قليله، فبدات جبت شويه زبيب كده وشويه جوز هند وبدات رشتهم عليها. اهم حاجه ان تغطيها من فوق بكميه حلوه من الكنافه. طبعا انا قلت لكم ان انا استخدمت اكتر حاجه كانت الصوابع وعش البلبل، فكانت قليله شويه معايا الطبقه من فوق. لكن انتي يعني الافضل ليكي، شايفين الزبيب كان ايه واضح شويه معايا. لا، انا عايزاك انت بقى الطبقه اللي من فوق، الديسك اللي من فوق يبقى مداري الحشوه خالص. تمام. انما انا طبعا علشان كانت الكميه قليله معايا، هي كانت عايزه يمكن صينيه اصغر من دي شويه، بس انا قلت الصينيه دي هتظبط. لكن ايه، كانت محتاجه حاجه اصغر شويه علشان تطلع كمان الطبقات متساويه.
لكن هي كانت جميلة جدا. عايزة اقولك ان كيلو الكنافة انا طبعا زودت شربات، يعني لما لقيت نفسي عملت الكيلو زودت بقى نفس المقدار بتاع الشربات. جبت هنا كوبايتين من السمنة. السمنة ليكي حرية الاختيار، عايزاها زيادة وبعد ما تحمري الكنافة او بعد ما تسوي الكنافة تبدأي تصفيها، يعني تبدأي تصفيها من الكنافة، مفيش مشكلة. انا هنا يعني حطيت على قد النظر وعلى قد ما بحب طبعا. حطينا ايه؟ حطينا هنا كوبايتين، قولي مثلا لكل صينيه كده كوبايه من السمنه. طيب الشربات زي ما قلت لك النص كيلو بياخد كوبايتين من الميه وكوبايه ونص من السكر ونص ليمونه وباكو فانيليا، ده النص كيلو. انما انت لو عايزه تعملي كيلو زي ما انا كملت وعملت كيلو، انا عملت مقدار تاني، كوبايتين من الميه وكوبايه ونص من السكر ونص ليمونه وعليهم باكو فانيليا. بدأت هنا ارش السمنة على الكنافة. تمام. برضو من الحاجات اللي ممكن تعمليها ان انت تفركي الكنافة نفسها قبل ما ترصيها اول ديسك وتاني ديسك. تفرم يعني تاخديها ما بين ايديكي كده بالسمنة، تفركيها بالسمنة. تمام. انما الصوابع لا، الصوابع مفيش مشكلة ان احنا نعملها وغرقيها بقى سمنة زي ما تحبي، يعني السمنة دي بترجع لك انت، حابة تزوديها سمنة كتير مفيش مشكلة. طيب ايه اللي يخلي الكنافة تطلع معاكي ناشفة وكريسبي، وايه اللي يخلي معاكي الكنافة تطلع طرية وحلوة؟ لو انت عايزاها كريسبي زي ما قلنا ان الشربات بتاعها بتخليه على النار. هنا لو عايزاها خفيف، عايزاها طرية، خلي الشربات بتاعك خفيف اللي هو يقعد على النار 5 دقايق. لو انت عايزة الكنافة بتاعتك كريسبي الى حد ما، مفيش مشكلة ان احنا نخليها 10 دقايق على النار. حاجة تانية، الكنافة لو انت عايزاها برضو طرية، بمجرد ما تخرج من الفرن يكون الشربات بتاعك دافي ولسه نازل من على النار، حاجة بسيطة ما بين السخن وما بين البارد، يعني يكون دافي. تمام. هتبدأي بقى تعملي ايه؟ الشربات بتاعك قلنا يبقى دافي والكنافة تبقى خارجة سخنة من الفرن، تبدأي ترشيها بالشربات وتبدأي كده ايه تدخليها الفرن وتغطيها بحاجة تطلع معاكي طرية وحلوة. عايزاها كريسبي يبقى تستني لغاية ما الشربات يبرد خالص وتبدأي تسوي الكنافة، تخرج من الفرن تاخد الشربات البارد. ده لو عايزاها كريسبي. تمام. ادي الكنافة بتاعتنا خرجت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. انا طبعا عايزاها طرية معايا وحلوة، فبدأت الشربات كان دافي. تمام. بدأت رشيت الشربات على الكنافة. انا طبعا التركات دي الناس المحترفة في المطبخ مش جديدة عليها، انما البنات اللي لسه داخلين المطبخ جديد الخطوات دي وكل تركاية يعني ايه هتنفع معاكي. يبقى احنا قلنا ايه؟ طيب لو انا حسيت ان الكنافة نشفت معايا، مفيش مشكلة، ممكن تدفي حبة شربات، يكون عندك حبة شربات تدفيهم وتبدأي. هنا كانت الأستاذة فريدة معايا، فتبدأي بقى تدفي الشربات وتبدأي ترشي الكنافة حتى لو تاني يوم مفيش مشكلة عادي. تمام. ادي الصباع معايا زي ما انتوا شايفين كده، جميل جدا، كانت فعلا جميلة. عايزة اقول لكم ان عش البلبل عجب الاطفال اكتر من الكبار، طبعا حاجة صغيرة كده ومحكمة ان هو يمسكها في ايديه وتبقى حلوة جدا. الصينية كانت جميلة، الصوابع كانت تحفة. ألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. كده لو الفيديو عجبكم يعني لايك وشير كده، وحاولوا توصلوا الفيديوهات لكل حبايبكم. زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعها جميل جدا. لو زودتيه عن كده يعني ياخد سنة بسيطة. تمام. لكن انا شايفة ان لونها كده كان ذهبي وكريسبي وكانت خطيرة جدا. تمام. طلعت معانا بالشكل ده. وادي الصينيه اللي هي المدوره دي قطعه منها. تمام. يلا في نهايه الفيديو بقى اشوفكم في فيديو جديد، وانتظرونا كده في مخبوزات العيد ان شاء الله. هعمل لكم شويه حاجات بطعم زمان وعلى اصولها بصحيح. يلا اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.